ولكن بما أنك جئت على ذكر الصفرة سيدة غيداء، وبالتأكيد نريد أن نسأل عن هذا الموضوع. سمعنا بالأمس أن مجلس المحافظة قام بإلغاء كل الساحات المتهمة بالفساد والرشوة. وضحي لنا أكثر هذه النقطة لو سمحتي. أختي العزيزة، هذا موضوع شائك وكبير ومحزن للغاية. يعني أنت اليوم علمتم أنهم قاموا بقطع الطرق وقاموا بإضراب شديد، وهذا أقل ما يقومون به بسبب المعاناة. هل تعتقدين أن ال 300 كيلومتر تقريبا بين طوز وبغداد هي 300 متر تقريبا يبقى بها سائق الشاحنة 18 يوم بالضبط يلا يوصل؟ خلال هاي ال 18 يوم يدفع بها كل سائق شاحنة حوالي 300,000 دينار إلى أن يصل إلى بغداد، ناهيك عن الوقوف، ناهيك عن استنزاف البنى التحتية والشوارع، ناهيك عن أنها كلها مواد قابلة للاشتعال وصهاريج محملة بالوقود. مجلس المحافظة أتى بقراره بعد خراب مالطا. تعلمين أن مجلس المحافظة هو من شرعن الفساد أولا، وبالتالي اليوم يطلب بغلق الساحات. أنه مجلس محافظة ديالى قام بعقد إيجار مع شركة كلها مخالفة للقانون، وهي من قامت أيضا بأخذ أجور، أخذ مبالغ، وعملت سيطرة وساحات باسم مجلس المحافظة، وهناك وصولات باسم مجلس المحافظة تأخذ من، حتى المفروض بالعقد أنه هي تأخذ من الشاحنات المحملة 25,000، قامت حتى بالملكيات تأخذ 12,000 دينار عراقي. طبعا هناك أكثر من سيطرة، لكن أتكلم، أنت سألتيني عن مجلس المحافظة. هذه الشرعنة للفساد. أولا مجلس المحافظة هو تشريعي رقابي، لا يمكن أن يقوم بأي إجراء تنفيذي. ثانيا ليس لديه وحدة حسابية حتى يأخذ، يعني للمجلس هو العقد شيء ضمن أن تكون شركة بساحات لوقوف السيارات واستيفاء أجور من هذه الشاحنات التي تمر من خلال محافظة ديالى، تأخذ 500 مليون شهريا إلى مجلس المحافظة، وهذا غير جائز. لا يوجد لها يعني وحدة حسابية لمجلس المحافظ، واتفاق شفوي ضمني أن يأخذ 150 مليون شهريا لأعضاء مجلس المحافظة. وهناك كما علمنا هناك عدد بسيط من أعضاء مجلس المحافظة 4 أو أكثر هم يقدرون يطلعون وحق الرد مكفول ويدافعون عن نفسهم. أعتقد أن هناك 4 فقط لم يأخذوا ولم يستلموا مبلغ لأنهم أصلا غير قابلين على هذا الموضوع. هاي للإنصاف أذكر أن هناك فقط 4 أشخاص، أما ال 150 باتفاق مع الشركة اللي هي أحيلت إليها إحالة مباشرة، وهذا غير قانوني. يعطي 150 وأنا مسؤولة عن كلامي 150 مليون شهريا إلى رئيس وأعضاء مجلس المحافظة ديالى. من استلم رئيس مجلس وأعضاء مجلس المحافظة ديالى لحد الآن منذ 6 شهور يوميا يظهر ملف فساد على مجلس محافظة ديالى، ويتحمل رئيس مجلس محافظة ديالى لأنه كل الكتب الرسمية موقعة باسمه. فأدعوه بما أنه شركائه من أعضاء مجلس المحافظة ولا يمكن أن يستجوبوا وفق هذه الحالة، أدعوه إلى الاستقالة، لأنه المجلس انتخبهم الناس من أجل الخدمات وليس لشرعنة فساد. وهذا المواطنين، طبعا هناك طائرة صورت لمقاتل يذهب لحرب في الموصل، وصور مشهد لمنفذ الصفرة وكيف يعاني منه صاحب الشاحنة. 18 يوم يلا يوصل شايل مادة سلع قابلة للتلف، يضطر انه ينطي اكثر ما يمكن في سبيل ان يوصل هذه الشاحنة الى المكان الصحيح. هذه يعني هذا المقاتل مصور هذه، لان يقول انا دا قاتل داعش والقي هنا ناس بالجيش وناس بقيادة العمليات وناس باسم مجلس محافظة ديالى يشرعنون لهذا الفساد ويأخذون أتاوات لا تقل عن 35,000 دينار عراقي، وبيناتهم يتقاسمون هذه المبالغ، وهو يعرف تماما يقول انه القطع الاعناق ولا قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. يعني هو دا يقاتل اللي دا يقطعون الاعناق، شي يجي يسوي لهذول اللي يقطعون الارزاق؟ هذا قطع الارزاق صاحب الشاحن ايش حيوصل؟ زين احنا مو نريد دوله نحافظ على، طبعا هاي كلها بسبب فساد القماري. نعم. فساد القماري ودوله عاجزه منذ سنين. انتم ايش قد غطيتوا الشرقيه حول مساله فساد القماري ومساله منفذ الصفرة؟ طبعا مو بس الصفرة، أكثر من 8
سيطر 2 سيطرات الى ان يصل الى بغداد. عندك بكفري وعندك الصفرة وعندك جسر السرحة وعندنا سناريا وبوابة الحسينية الى ان يوصل حتى ابو السونار ياخذ. وبعض اقسموا وهم مسؤولين عن كلامهم وقالوا افتحي لجنة تحقيقية. طبعا انا الكتب كلها موجهة الى النزاهة وموجهة الى قيادة العمليات، وكتب هذه كلها من 1.5 سنة قبل ان نبدا هذا الموضوع. اخرها كان مال مجلس المحافظة اللي ايضا ارسلت بها كتب الى عدة جهات اطلب بها فتح لجنة تحقيقية. هذه الصورة دولة تعجز عن ايجاد حل لهذا الموضوع. حاولنا أن نوضح هذه الصورة. شكرا لك على هذه المشاركة السيدة غيداء كنباش النائبة عن ديالى، شكرا لك.